اليوم الحكم المغربي رضوان جيد اللي هو تم تصنيفه ضمن حكام الفار الوحيد اللي ياخذ مباراة ميدان اليوم في الميدان. الور ثم تغريز كبير قاعد يقع على مستوى التحكيم، ثم لعب كبير قاعد يلعب فيه واحد ما يتسماش، واللي مالوريزمون في وقت من الاوقات احنا عاوناه باش دزيناه في الكاف والفيفا. ردوا بالنا ننتبهوا وردوا بالنا من الناس هذوما نتصدوا هذوما، ونجموا ننسقوا هنا مع الاتحاد الجزائري اللي مازال كيقدم اليوم شكوى رسميه ضد هالتلاعب اللي قاعد يحدث في كواليس الكاف. الصورة شوف مؤامره موجوده على تونس والجزائر. انا نقول لك من الاخر موجود، اي نعم موجود. قبل كان عندنا واحد واقف لهم شوكه في حلقهم، جينا نحيناه في الكاف اللي هو سي طارق بوشماوي. فهمت؟ تو الامور سايبه نكمل احنا ممثلنا تو في الكاف ماهوش موجود، ربي يفرج عليه. أمين. زادوا تحلوا على في العريض. المؤامره من شكون سي عبد الباقي؟ مؤامره من الناس اللي ما تحبش تونس والتغيير من تونس، وراي تونس مش تقعد على قلوبهم، ومش تقعد تونس سيدتهم، ومش تقعد تونس هي اللي تقود القاطره في افريقيا كلها. هل أن اللوبي اللي يقود المغرب قاعد يأثر على قطاع؟ السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم اخوتي معنا في فيديو جديد. في هذا الفيديو غنشوفوا الإعلام التونسي وهو في خضم نقاش تداعيات الأداء السيء للمنتخب التونسي في الكان، وإذا بنا نجد أحد الضيوف أو الإعلاميين يتهجم بعبارات غير محترمة اتجاه رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي القجع، واتهامه بعبارات صريحة بأنه يقود تحالف من أجل ضرب مصالح تونس، وأيضا أضاف معه الجزائر، واعتبار أن تونس هي السبب، لاحظوا هنا، هي السبب في وصول القجع إلى الكاف والفيفا، ومؤكدا أيضا أن تونس وفي تحد واضح للمغرب، مؤكدا أن تونس ستبقى بين قوسين قاطرة إفريقيا. في تصريح خزعبلي يثبت بالملموس أن تونس وغيرها كانت تعيش بالفساد مثلها مثل بعض الدول المعروفة، وأنه بعد وصول المغرب إلى مركز قرار الكاف قطع الطريق عليهم، وهذا ما يثبت مستواهم الحقيقي الآن وضعفهم، وأن سابقا كانوا يعتمدون فقط على كواليسهم داخل الكاف لتحقيق مبتغاهم. وفي الأخير نتمنى منكم الدعم بالاشتراك واللايك لتقديم المزيد إن شاء الله. مش سؤال سي واصف، ولكن مش نعطيك مش نقول لك حجات. شوف قاعدين راهم ينتهكوا في وجودنا في الكاف. نحب نعلمك اليوم الاتحاد الجزائري قدم شكوى رسمية بسبب إعادة تعيين نفس طاقم تحكيم فار في زوج مباريات الاتحاد الجزائري. اليوم مدرب تنزانيا احتج على التحكيم. اليوم نشوفوا تيسيما في كاتريام اربيتر الماتش تونس، وانت تعرفوا تيسيما نتاع شكون، اي دي بيان نتاع شكون. اليوم الحكم المغربي رضوان جيد اللي هو تم تصنيفه ضمن حكام الفار الوحيد اللي ياخذ مباراة ميدان اليوم في الميدان. الور ثم تغريز كبير قاعد يقع على مستوى التحكيم. اليوم يحطوا لنا حكم غاني اللي هضم لنا حقنا برا، نقول على الاقل في اللقطه الاخيره نتاع اللي كانت تجي تجيب لنا بوطو. والحكم كي نقولوا غاني غانا معروفه بزوز دوسيات نتاع زوز حكام محمين، وانت تعرف هذايا. الور ثم لعب كبير قاعد يلعب فيه واحد ما يتسماش، واللي مالوريزمون في وقت من الاوقات احنا عاوناه باش دزيناه في الكاف والفيفا. ردوا بالنا ننتبهوا وردوا بالنا من الناس هذوما نتصدوا هذوما، ونجموا ننسقوا هنا مع الاتحاد الجزائري اللي مازال كيقدم اليوم شكوى رسميه ضد هالتلاعب اللي قاعد يحدث في كواليس الكاف. يا سي عبد الباقي انا باش نختصر عليك، راهو ماناش نحن قاعدين نحضروا توا كيفاش يكون ردة الفعل نتاعنا. هذه رسالة هذه الواجهة ما فيهاش حتى نقاش، توصلوا جهدنا ما فيش حتى نقاش. نطمن لكم نقول لك راهو تونس برجالها ما نسكتوش وما نقبلوش حق المنتخب الوطني التونسي يتهضم حقنا مرة في خطأ ولا أخطاء تحكيمية في مباراة اليوم، لكن مش نقبلوا أنه باش تعاود الأخطاء هذه. نحن راهو من باب المسؤولية نعرف مباراة كرة قدم فيها أخطاء سبحان الله تنجم تصير الأخطاء، لكن بالطريقة هذه كما كنت نقول لكم ونبين لكم واللي نقاط التفاهم تطرح هذاك علاش مش باش ندافعوا على حقنا، نوجهوا رسائل في اللهجه باش نتكلموا باش ندافعوا على حق المنتخب الوطني التونسي لانه ما يتهزمش حقه في باقي مشوار البطوله. ونعاود نقول تونس برجالها.
ان شاء الله يخليونا زاد، راهو احنا تو حكينا على الفنيات والمنافسين. لو بالحق انا معاه، شفت لقطه يوسف انت في ضربه الجزاء، ما عاودهاش المخرج، ما عاودهاش المخرج في اللارج خذيوه. انا ما نقولش بينالتي، اما عاودها لي وريني. اعطيني الصوره. شوف مؤامره موجوده على تونس والجزائر. انا نقول لك من الاخر موجود، اي نعم موجوده. قبل كان عندنا واحد واقف لهم الشوكه في حلقهم، جينا نحيناه في الكافه اللي هو سي طارق بوشماوي. فهمت؟ توا الامور سايبه، نكمل احنا اللي ممثلنا تو في الكاف ماهوش موجود وربي يفرج عليه. امين. زادوا تحلوا على في العريض. المؤامره من شكون سي عبد الباقي؟ مؤامره من الناس اللي ما تحبش تونس والتغيير من تونس، وراي تونس مش تقعد على قلوبهم، ومش تقعد تونس سيدتهم، ومش تقعد تونس هي اللي تقود القاطره في افريقيا كلها. هل أن اللوبي اللي يقوده المغرب قاعد يأثر على قطاع التحكيم في القارة الإفريقية؟ والله شوف، أنا ما نقول كلام إلا ما تبدأ عندي أونكيت وتبدأ عندي دي بروف ملموسين. أما أنا مانيش بهيم في نفس الوقت. حاشاك. والجزيرية وبيان الاتحاد الجزائري اليوم ما هوش مبني على باطل. وأنا تفرجت في ماتش الجزائر واليوم ثم علق على 3 لقطات فار ماتش الجزائر وبوركينا فاسو. فما ضربة جزاء واضحة. ميم با رجع على الفار، فهمت؟ وقال لك شنو كان نلعبوا بالفار. قداش المره نقول لكم الفار هذه كذبه. راهو الفار جايبينه باش يشرعوا الجرائم نتاعهم، باش تولي الجريمه شرعيه. قال شنو كان الفار قال، وهي جريمه ارتكبت في التيران. داكور. الاربيتر هذا اللي حطوه من غانا شبيه بالاخرين، راهو اللي عنده زاد اموره، فهمتني؟ ما اموره. هو كلام فيه بشير الحساني البارح. شوف يقول لي حب بشير الحساني حكم، وهذاك حكم معاه ويحكم باعتدال وواحد وكل شيء. مي الدوسيات المحمى في افريقيا نتاع غانيين معروفه. باهي شيخي مش نعاودوا نذكروا بها احنا. بقيت من واحد باهي يا سيدي، باش تفسر لي انت اربيتر فار؟ باهي هبط لي ما غدوه هيثم يزفر. هاو فما اربيتر فار جزائري في الغرفه اليوم، الحلو يا ولدي. هاو جزائري يعني يعيش نفس المأساة اللي تعيش كرة القدم التونسية. الحلو يتحط في تونس مش تونس. في تونس يعني جزائري كاين نجم هو كذلك هو هو هذاك التكتيك وين يجي هو؟ انا نحط لك تزيري، ماك تحب تزيري انا عندك تزيري في الفار، والفار يجي معايا الاربيتر والاربيتر يقول له لا، خاطر الاربيتر كي ديسيدو فان كونت. هذاك الجنجيل وين يصير هو؟ والجنجيل يصير في وسط التيران، في لي فوت اللي ما يرجعش فيها الفار، وفي تعطيل اللعب، وفي التغريز، وفي قال سي عشاب الله يرحمه ديما الله يفرج عليه يا ربي يطول في عمره. سي محمد عشاب قال، قلت توني نذكر بها، اربيتر جبيبي، اربيتر وات جبيبيه يحب يفتقك في الماتش راهو يطيحك، ما غير مش بينالتي وبونتو، لا ما يخليكش تلعب الكره. خالد تفضل يا سي فريد. ما عرفتش التصريحات تبع المباراه حاضره ولا تفضل سي فريد. لا، على التصريح بتاع سي واسف جيد والله، في نقطه ايجابيه على الاقل، وضح وفند كل الاشاعات اللي قاعده موجوده. اهم حاجه خلينا ما يصيرش نعاودوا نرجعوا للبوان زيرو، باش فما اشاعات اخرين جديده، اكيد باش فما اشاعات باش تصير جديده. الله يهدي مخلق، الله يهدي مخلق. اما المعلومه ممزره على الاقل المعلومه ممزره. هكا قال لك انا ما في علمي بحد شيء، معناتها الناس حاجات تسمع فيه. تدليك بالاعلام راهو لا يجوز. بص يا صاحبي، بعد جولتين في كاس الامم الافريقيه نتائج المنتخبات العربيه الله اكبر الله اكبر، يعني حاجه كده يعني حاجه كده تترمي في اقرب زباله قدامك. والله صفيحه زباله كده وترمي نتائج المنتخب العربيه. تبص على منتخب الجزائر، تعادل امام المنتخب الانجولي، وتعادل النهارده بشق الانفس امام بوركينا فاسو. تبص على نتائج المنتخب المصري 2-2 والماتش الثاني 2-2. لا احنا واخدين موضوع 2-2 ده بزدوفه. تبص على المنتخب التونسي خساره وتعادل. تبص على المنتخب المغربي مكسب واحد. ايه ده بجد؟ يا بقى. طب والمنتخب الموريتاني؟ لا المنتخب الموريتاني خسارتين. قلبي يعني المغرب فخر العرب. حتى انت يا اسطى، ده انا كنت بقول عليك منطقي يا ابني. اسمع الكلام، مش منطقي ولا مش منطقي. اسمع يا حبيبي، كلنا رايحين في داهيه، وكلنا شايفين اللي بيحصل في الكرات بتاعتنا، وكلنا شايفين ان احنا لا مؤاخذه نمونا وقف. والله عاملين زي الطفل كده اللي النمو بتاعه وقف. نمو الكره العربيه بتاعتنا وقفت، نمو الكره المصريه راحت في داهيه من سنين. اما الكره الجزائريه فعندهم امكانيات، بس عندهم ناس ما بتعرفش تدير. ده حقيقه والله العظيم بجد. عندهم لعيبه وعندهم كتير، بس ما عندهمش حد بيعرف يدير. اما بالنسبه للمنتخب التونسي، فالمنتخب التونسي بعيد عنك. يعني لما تجيب واحد صاحبك يدير المنتخب، هو اصلا ما عندوش ابجديات ان هو يعرف يدير. فتلاقي المغرب هو الوحيد اللي منور. والله المغرب هو الوحيد اللي منور. هتقول لي يا معلم، ما ممكن يكون المنتخب المغربي لا مؤاخذه يعني اعور وسط شويه عميان؟ ولد عيب عليك. هو موضوع ان المغرب اعور وسط شويه عميان ده، الموضوع ده محتاج ان هو نتكلم فيه شويه. ولكن موضوع ان المغرب هي الوحيده اللي بتكسب دلوقتي، فدي رساله يا مارد، رساله ان الناس اللي بتشتغل بقالها سنين هي اللي قدرت ان هي تحقق نتائج والدنيا بالنسبه لها تمام. هي الناس الوحيده اللي بتدور على صداره المجموعه.
الوحيدين اللي بيدوروا على صداره المجموعه المنتخب المغربي. اما المنتخب المصري احنا دلوقتي ماسكين الاله الحاسبه وبنشوف تاني او تالت. المنتخب الجزائري قرروا ان هم يروحوا يستعيروا الاله الحاسبه مننا واحنا اصلا لسه ما خلصناش حسابات. اما الاخوه التوانسه فهيضم جنبي يدور على الاله الحاسبه. كلنا بندور على الاله الحاسبه وشغالين فيها محاسبين. اما بالنسبه لاخواننا المغاربه فربنا يكرم ويكسبوا بكره. هتقول لي يا اسطى شكلك مش سالك، اقول لك لا والله انا بتمنى المغرب ياخد اول عشان خاطر المغرب يبعد عن طريق منتخب مصر اللي هو يا باشا معلش يعني ابعد عني دلوقتي عشان انا دلوقتي في حاله ميؤوس منها. فالموضوع بالنسبه للمنتخب المغربي نتمنى ان هو يكسب بكره منتخب الكونغو عشان المنتخب المغربي يكمل انتصارات وحيدا ويغرد وحيدا. ودايما وابدا يبصوا لنا كده يقول لك بس انت عالم فشله، ودي واحده من الحقائق. هل احنا بندفع ضريبه الفشل؟ اعتقد هل المغرب ناجحه؟ اعتقد كلنا شايفين الكلام ده. هل الموضوع موضوع لجع؟ طب ولا مؤاخذه يعني ايه علاقه مستر لجع بان احنا مش عارفين نجيب اجوان؟ وايه علاقه لجع ان دفاعاتنا بتغني ظلموه؟ ما هو برضه خلينا بالعقل يا ابن عمي، يعني لو صاحبك عسل ما تنحسوش كله. خلينا برضو نكون منطقيين مع بعض. لو قصه لجع ومش لجع لا مؤاخذه يعني لجع ما بينزلش يجيب اجوان فينا ولجع ما بينزلش يضيع لينا، فبرضو خلينا منطقيين. هي المغرب بتتطور دلوقتي، هل انت هتعرف تلحقها ولا هنكون من المشاهدين؟ اتمنى ان احنا نلحق، يعني اتمنى ان احنا نلحق السباق مع المنتخب المغربي. بس واضح كده يا ابن عمي ان احنا هنقعد نتفرج من بعيد. قول لي بقى يا زميلي، تفتكر الكرة العربية هنشتغل بنتفرج من بعيد على انجازات المغرب ولا ممكن نشارك من بعيد؟ هتقول لي يا اسطى بتستعجل انت او قررت ان انت تطلع تستعجل بدري. اقول لك والله انا مش عارف انا مستعجل ولا مش مستعجل ولا الدنيا رايحة فين. اصل المنتخبات العربية كده اللي هي بتعمله ده بيقول علينا ان احنا كلنا هنستعجل ونلم شنطنا ونروح على طيارة واحدة. فالموضوع مش موضوع استعجال، هو موضوع ان انت يجب عليك الاعتراف بافضليه مغربيه حاليا في الوقت الراهن. لو ما اعترفتش بالافضليه دي يبقى المشكله فيك مش المشكله في حد تاني. المغرب عندها افضليه عشان هي دوله بتشتغل على موضوع النشاط الرياضي. هتقول لي يا ابن عمي ما انت عمال تقول ان احنا عندنا مشاكل سياسيه سواء مصر او تونس تخلينا ما نشتغلش على الجانب الرياضي. طب بالنسبه للجزائر لا هم عندهم ازمه اداره. لا هي الجزائر عندها أزمة إدارة. إذا كانت مصر أو تونس عندها أزمة سياسية منعتها من التطور في الرياضة، فواضح إن الجزائر عندهم أزمة إدارة، وأزمة إدارة مودية الدنيا في داهية. هي دي الحكاية. أعتقد إن كلنا بنشوف بالعين المجردة منتخب المغرب قادر إن هو يكسب، ومنتخب المغرب قادر إن هو يقدم مستويات. المغرب بتقدم مستويات. المغرب بتقدم مستويات مرتفعة ونتائج. انما كان في فرق بتقدم نتائج ومفيش مستويات. فبالتوفيق للمنتخب المغربي عشان لو المغرب اتغلب بكره اعتقد القناه دي هتروح في داهيه، والمغرب يقول لك ابن الفاريه هو اللي وقعنا الارض. بس ماليش دعوه انا يا ابن عمي، لو حصل لك حاجه بكره فاعتبر انك ما شفتش الفيديو ده. ربنا يستر ربنا يستر ربنا يستر عليك بكره يا ابن عمي، ربنا يستر. ما تنساش تشترك في القناه. لو اتغلبت بكره الغي الاشتراك. ربنا يستر على المغرب بكره قدام الكونغو. لم يكن وصول كرة القدم المغربية إلى كل ما سبق من نجاحات وليد الصدفة، بل لكي تصل إلى تلك المكانة العالمية على كافة القطاعات كما حدث مؤخرا في كرة القدم المغربية، يجب أن تمتلك مشروعا كرويا طموحا يبدأ من الاهتمام بتطوير البنية التحتية المتعلقة بالملاعب والمنشآت الرياضية والمرافق، وتحسين الخدمات المقدمة للاعبي المنتخبات الوطنية، وهو ملف تم التعامل معه بعناية من قبل السلطات المغربية، والتي حظت بتنظيم عدة محافل قارية وعالمية في السنوات الأخيرة. يأتي في مقدمتها بطولتي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما وكأس الأمم الإفريقية للسيدات 2022 والنسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية 2022. الاهتمام بالهياكل التنظيمية لن يحقق النجاحات ما لم يكن يقدم خدماته لأفضل المواهب داخل المغرب، لذلك ظهر الحرص على استغلال الموارد البشرية بأكفأ صورة، وهنا جاء دور الأكاديميات المحلية التي كان دورها تشكيل جيل جديد لكرة القدم المغربية. وتربعت أكاديمية محمد السادس على قمة الهرم منذ تأسيسها في عام 2009 وحتى تخريجها لدفعة التميز التي أسعدت الأمة المغربية في قطر، ومجموعة من أبرز اللاعبين في مقدمتهم يوسف نصيري وعز الدين أناحي ونايف أكرد. وتزامنا مع كل ما سبق، عمل الاتحاد المغربي على استغلال ما يسمى بمواهب المهجر وما أكثرهم في الدول الأوروبية تحديدا،
لذلك كان هناك تواصل مع العديد من النجوم المغاربة الذين ولدوا خارج المغرب وتربوا في فرنسا. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ومن نشر المزيد من هذه النوعية من الفيديوهات نتمنى تدعمونا بالاشتراك واللايك، وأيضا بتعليقاتكم القيمة دون نسيان الدعم الفعال من خلال نشر الفيديو بين أحبابكم حتى نصل لأكبر قاعدة جماهيرية ممكنة. والسلام عليكم ورحمة الله.